ميسي هو اللي متعصب وسواريز هو اللي بيهديه. هو اللي بيحصل في الدنيا؟ وكده سواريز انقذ الجوت من ايقاف، والدليل واقعه حصلت في 2023. اكشن واثاره كبيره حصلت في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الامريكي في حضور 70,000 متفرج في المدرجات في ماتش ما بين انتر ميامي ولوس انجلوس. ميسي داخل الماتش وهو عينه على انه يقرب من الجون 900 في مسيرته، لانه فاضل له عليه 4 اهداف بس، غير انه تعرض لاصابه في رقبته اخر الماتش وفضل يشتكي منها، بس ما حدش عارف لحد دلوقتي ايه التشخيص. والاسوأ بقى الانتر ميامي وماسكارانو مدربهم ان هم اترزعوا 3-0. لكن كل ده ما يشغلناش، الاهم اللي حصل بعد صفاره الحكم. ميسي اللي كان معروف بهدوء وظهر بعد الماتش في لقطه بقت معتاده مؤخرا وهو متعصب، وحاول يروح يشتبك مع الحكام. الاغرب بقى ان سواريز اللي معروف بعصبيته وردود افعاله المبالغ فيها هو اللي كان بيهديه، وغالبا هو اللي انقذ ميسي فعلا من الايقاف، لان نفس اللي عمله ميسي ده عمله لعيب اسمه مات ميازجا في 2023. وقتها توقف قد ايه بقى؟ 3 ماتشات بس. خلاص هي دي نسخه ميسي اللي اطلق لها العنان الكاميرا واللي مكمله معانا من كاس عالم 2022 وشكلها هتكمل لاخر مسيرته. والفينال كاميرا بابا انا باشا بابا. بس الاهم دلوقتي هو ايه اللي حصل عصب ميسي بالشكل ده واحنا ما نعرفوش.